قبل ما ننتقل لسكشن اختبار اختراق شبكات اللاسلكية، راح نحكي عن ميزة كثير مهمة ببرنامج الفيرتشوال بوكس، ألا وهي السناب شوت. طبعا احنا من هون من تاب الماشين تيك سناب شوت. طبعا سناب شوت هو بيعمل حفظ للوضع الحالي للنظام اللي انت شغال عليه. يعني مثلا هون بدي اعمل سناب شوت، بدي اكتب الوضع الحالي ونحط وصف للسناب شوت. طبعا هذا الشيء اختياري، لكن يفضل انك انت توصف السناب شوت اللي انت عامله. مثلا هون انا راح اكتب قبل اجراء اي تعديلات، بعدين اكبس اوكي. بنستنى عليه عبين ما يعمل السناب شوت، وهيك انتهى من عمل السناب شوت. طبعا تكمن اهمية السناب شوت عند اجراء تحديث للنظام. يعني كمثال انا اروح على التيرمينال واعمل ابديت بالليست، وبعدين بدي اعمل ابجريد. طبعا الابجريد هي بتعمل تحديث لكافة الادوات الموجودة في الكالي لينكس. طبعا هون بيطلب مني موافقة، راح اكبس حرف الواي بعدين انتر. طبعا المشاكل اللي بتصير بعد ما تعمل ابجريد او تحديث للادوات ان هي بتبطل معظمها متوافق مع ادوات ثانية، فانت ما بتقدر تشتغل عليها. وهذا بسبب انه كل اداة لها مطور خاص فيها، واكيد مش كل مطور هو فاضي انه يعمل تحديث دائم للادوات الخاصة فيه. انا راح اعمل الغاء كنترول سي لانه راح ياخذ وقت. طبعا هذا مثال ليس اكثر. نفترض ان احنا عملنا ابديت على النظام. طبعا هون مثلا انا بدي احذف هذا الملف، تمام، حذفته بهذا الشكل. هيك انا اجريت تعديل على النظام، تمام. بكل بساطة برجع على سناب شوت، بنعمل سناب شوت جديد، بدي اسميه مثلا تحديث النظام، وبنعمل اوكي. طبعا احنا ما عملنا تحديث النظام، احنا حذفنا مجلد كأن احنا عملنا تحديث، تمام. بهاي الحالة انا مثلا بدي ارجع للوضع اللي كان قبل. ايش بعمل؟ بكل بساطة بطفي النظام من هون، باور اوف. مشان نرجع لسناب شوت احنا عاملينه بنكبس هون بعدين سناب شوتس، بطلع عنا هاي القائمة. طبعا هون الوضع الحالي اللي هو قبل ما نحذف الملف، وهون بعد ما حذفنا الملف. على فرض انا بدي ارجع للوضع اللي كان قبل حذف الملف، بعمل سيلكت على الوضع الحالي بعدين بعمل ريستور. طبعا هون بسألك اذا حابب تعمل سناب شوت جديد للوضع اللي انت موجود فيه حاليا بعد كل التعديلات. طبعا احنا ما بلزمنا لان احنا عاملين اوريدي سناب شوت، نعمل ريستور. احنا حاليا رجعنا للوضع اللي كان قبل حذف الملف. لو عملنا ستارت، تمام، خلينا نشوف الملف موجود. بنلاقي الملف موجود هون كأننا ما عملنا اي تعديلات على النظام. بنروح على سناب شوت في المستقبل اللي هي تحديث النظام اللي هي بعد حذف الملف فعليا، وبنعمل ريستور إلها. طبعا هون برد بيسألك هل بدك تعمل هون سناب شوت للوضع الموجود في الماشين. احنا ما بلزمنا، احنا عاملين سناب شوت من قبل، ونعمل ريستور وبعدين بنعمل ستارت. طبعا احنا هيك دخلنا على سناب شوت تحديث النظام، هاي مكتوب هون. ندخل على الروت ونشوف، بنلاقي الملف محذوف من هون، كل التعديلات اللي عملناها ردت رجعت. ملخص سريع للفيديو: السناب شوت بتيح لك إمكانية حفظ حالة النظام الحالية. يعني انت قبل اجراء اي تعديلات على النظام، اي تحديث، اي شيء بدك تقوم فيه، بامكانك تعمل سناب شوت وترجع لاي سناب شوت موجود قبل او بعد التعديلات اللي انت قمت فيها.